كيف منجاوب؟ مريم ذكرت 20 مرة والزهراء ولا مرة، فهذا بيطلع معهم البسطاء شو؟ انه مريم افضل من الزهراء. انا اجبت بهذا الجواب ببركات مولاي صاحب الزمان لذكره الصلوات باعلى اصواتكم. بالله عليكم لو كان عندنا ملك من الملوك، سلطان السلاطين، ملك الملوك، وعنده مملكة وعرش ودولة، ركزوا بالمثال معي، وهذا الملك، اسمع سيد، هذا الملك والسلطان عنده خدم وعنده حريم وزوجات. هذا الملك إذا ذكرت حريمه وأسماء حريمه أمام البشر، أمام الحاشية، أمام الناس، بيزعل والله ما بيزعل؟ إذا سميت له اسم زوجته بيزعل والله ما بيزعل؟ بيزعل. لماذا؟ لأنك سميت اسم حريمه وزوجاته أمام البشر. أما إذا قلت له أيها الملك جاريتك مريم فعلت كذا، خادمتك مريم فعلت كذا، ينزعج أو لا ينزعج؟ ها؟ شو إيه؟ بينزعج ولا ما بينزعج؟ لا ينزعج. ليش لا ينزعج؟ لأنها خادمة، لأنها جارية. إذا سميت جارية الملك أمام وزرائه وحاشيته لا يغضب. أما إذا سميت أسماء حريمه وبناته يغضب أو لا يغضب؟ يغضب. لذلك الله سمى مريم في القرآن ب20 مورد لأنها جارية وخادمة. أما فاطمة ما سماها لأن فاطمة من حريم الله، وحريم الله تعالى مصان أن يذكر اسمه أمام كل أحد.